أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج كنوز رمضان. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. معي أول مشترك في هذا العدد، مرحبا بك. مرحبا بك اختي. عرفنا بك، الله يسلمك. محمد من الشرق الجزائري، صحة رمضانكم. رابح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك، لاباس؟ لا بأس الحمد لله. مرحبا بك في برنامج كنوز رمضان. نعرفك شوية على برنامجنا، هو مسابقة ثقافية دينية، عندنا فائز في كل عدد. عرفوا بك. علي قاسمي. علي، مرحبا بك في برنامج كنوز رمضان. احكي لي شوية على رمضان، كيفاش عقبتوه هذا العام، كيفاش استقبلتوه؟ والله بيان الحمد لله، في أجواء روحية ما شاء الله، الحمد لله. علي، وش تحب انت في رمضان؟ زعما شيء مميز في رمضان تحب تفطر عليه؟ بون فطور كيما كل الشعب الجزائري عادي. هي كاين اشخاص لما يصوموا يبداو يختاروا قبل ما يصل اذان المغرب، يبداو يتشهاو حاب كذا حاب كذا. انت من الانواع هذه اللي تتشرط ولا نورمال؟ لا اللي كاين ما عنديش، عادي كيما الشعب الجزائري، كيما أي الناس عادي بيان. صح، رمضان غالبك ولا غلبته؟ بيان سور يغلبني رمضان غالبك كيما الشعب راك باين غالبك. يغلبني رمضان غالب. احكي لي بداية، انت من اي ولاية؟ ولاية تيارت. تيارت بوش معروفة في رمضان؟ الأطباق العادية، عبادة، هذا مكان. رمضان كيفاش عقبتوه هذا العام؟ العام اللي فات إن شاء الله نفوتوه بالعبادة، وإن شاء الله يتقبل منا ربي. صح، نمر لسؤالنا في هذا العدد من برنامج كنوز رمضان. عندك 30 ثانية في يدك، يعني اليوم راح تختبر سرعة ذكائك في 30 ثانية. السؤال يقول: من هو العالم المسلم الذي قاس محيط الأرض بدقة علمية؟ 30 ثانية وينتهي ما نعرفش، ما عنديش فكرة. ما عندكش أدنى فكرة؟ باك ابن سينا. لا، إجابة خاطئة مع الأسف. عالم مسلمة. هذا سؤال شوية، أعطيتيني سؤال شوية. هو هدف البرنامج نشط شوية ذاكرة الجزائري حول ثقافته الدينية ولا العامة. قاس المحيط تاع الأرض كومبلي. به قاسوا هذا المعالم هذا. خلاص نزرعوا لك الفضول باش تعرف في نهاية هذا العدد إن شاء الله. كلمة بهذه المناسبة للمشاهد الكريم بمناسبة شهر رمضان. بالخير والعافية، ونعيدوا بصحة وعافية إن شاء الله يا رب، يعني من كل الشعب الجزائري، الأمة المسلمة إن شاء الله، العربية كما إن شاء الله يا رب. شكرا. أعطيني كلمة بهذه المناسبة لمتابعين قناة الإخبارية وللمشاهد الكريم الجزائري وكل المسلمين. نشكر كل الطاقم تاعكم وكل المشاهدين وكل العائلة تاعي والناس. تحية لسكان ولاية تيارت. سؤالنا في هذا العدد من برنامج كنوز رمضان يقول: من هو العالم المسلم الذي قاس محيط الأرض بدقة علمية؟ معك 30 ثانية وينتهي وقت الإجابة. حسب معلوماتي العالم هو البيروني، قاس محيط الأرض بطرق رياضية وفلكية. نورمالمون حسب معلوماتي هذه. متأكد؟ بيان سور نورمالمون هو. كان نقول لك الإجابة خاطئة واش تقول لي؟ أنا فايت عليا هذا السؤال ونورمالمون هو إجابة صحيحة، مبروك عليك، فزت معنا بجائزة مقدمة من قناة الإخبارية. طبعا العالم المسلم الذي قاس محيط الأرض بدقة علمية هو البيروني، قاسها بطرق رياضية فلكية دقيقة. مبروك عليك الجائزة، فقط نشوفوها معك في الكاميرا، نشوفوا الجائزة معك. تكميلا للإجابة، البيروني قاس محيط الأرض بدقة وباستخدام طرق رياضية فلكية دقيقة في القرن 11 الميلادي قبل أوروبا بقرون. مبروك عليك، وكلمة بهذه المناسبة. الله يبارك فيكم. وي بيان سور. بون نشكركم على هذه الحصة هذه الثقافية الرائعة. نتمنى إن شاء الله رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. وشكرا. حاجة هذا هو الصح في الدنيا، هذا هو الصح.
مبروك عليك، شكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج كنوز رمضان. بارك الله فيك، الله يعطيك خير، الله يحفظكم.